العينات العشوائية للمكان بتشير وجود شيء غريب هان ومختلف عن أي مكان تاني. مش يمكن البرادين اللي استخدمتوها في عملية المسح يكون فيها خلل؟ أو ممكن العينات غير متناسبة مع الحجم، وهذا بيدفعنا لاستخدام عملية الشمول في البحث. احنا بحاجة للكفاءة والدقة، لأنه عملية جمع البيانات عملية مش سهلة، راح تتطلب منا وقت كثير. انا ما بعتقد انه احنا بنقدر نكون هان لوقت طويل. بس احنا بحاجة لهذا الوقت عشان يكون عندنا نتائج دقيقة وحقيقية عن المكان. بس في خطر على وجودنا هان. بس احنا ما بنقدر نترك المكان قبل ما تنتهي مهمتنا. للأسف واضح إنه في إشعاعات لأمراض خطيرة ومعدية في المكان وسريعة الانتشار. أنا بخاف من الأمراض المعدية وبقدرش أشتغل بهيك مكان. هذه الأمراض قاتلة، يعني أنا ممكن أموت. للاسف راح يكون الموت امنيه اذا انسللت هذه الامراض لقلوبنا العقول. يعني راح أصاب بالجنون وبطل قادرة أسيطر على مشاعري. إحنا مش في مشاعرك هلا، وضح أكثر، أنا مش فاهمة إيش قصدك. انا مش عارف بالضبط، بس واضح من القراءات والاشارات انه الكائنات اللي هان بيعانوا من اشياء شبه امراض. مش قادر اعرف ايش بتكون. علشان هيك احنا لازم نبدأ مهمتنا الآن وبأسرع وقت ممكن. إحنا بحاجة لعناوين وقياس شامل، تاريخ المكان، قصص الكائنات، الثقافة، العقول، الفكر، كل شيء ممكن يوصلنا لحقيقة هذه الكائنات. واضح أن الحصول على عينات كان مهمة معقدة. لا احنا مش بحاجة للعينات الآن، بدنا نفحص الأصوات، الهواء، الرادار، كل شيء ثابت ومتحرك، معناش وقت. يلا تفضلوا. استشعارات أولية، أصوات ضجيج كثيرة. حولها على البرنامج عشان نعمل تحليل استشعارات بسرعة. تم التحويل. في هان وجع كبير. كرر المنتظر المتردد، وضح أكثر. هو شبه مخروطي. على العموم تم ارسال الاشارات. ريح مزاجية عالية، وهذا بيأثر على المزاج العام للكائنات هان، وهذا مؤشر خطير. على العموم تم إرسال الإشارات. واضح إنه الحياة هنا فيها خباشات كثير معقدة، لدرجة إنه الجهاز بيعطي قراءات ملوثة. اتأكد إن الفيروسات قبل عملية الإرسال. أنا آسف على الوضع اللي صار. خلونا نكمل. واضح إنه في تلوث عالي في الأفكار عند الكائنات، هذا مؤشر كثير خطير. في تشويش على الجهاز عندي، الظاهر إنه تعرض لاختراق سقط بيانات. جهاز بيفقد ملفات وبيانات، أنا في حالة عدم راحة. اهدوا، استرخوا، استرجعوا قواكم وخذوا نفس عميق. صار مليان كل وجع، قاعد بنزيد. وجع من أي نوع؟ مستمر؟ متقطع؟ متوازي؟ متناثر؟ وجع أول مرة أشعر فيه. غمض عيونك وتذكر وين كنت معنا قبل ما تيجي هان. طلع معنا، ما بدنا نفقدك. حاول تخزن كل المعلومات اللي عندك في الذاكرة الداخلية، بدنا كل المعلومات اللي معك. حاول ترسل كل الإشارات لخبير المشاعر عشان يقدر يتعامل معها. قدرتوا تحددوا مصدر ونوع الاختراق؟ عندي مشكلة في تحليل البيانات من الحواس للمشاعر، واضح إنه الاختراق معقد كثير. أنا صرت خايفة كثير، خلينا نرجع. خلونا نكون مع بعض، وقت التجمع. الحالة مليانة بالضبابية، وهذا أثر على جمع المعلومات اللي بنحاول نجمعها. الوضع على ما هو عليه، ما تغير إشي. خلونا نستخدم خاصية الحماية الشاملة. قربوا منا أكثر، أنا بتعب. ما تفقد السيطرة على نفسك. حاول ترسل اللي بتقدر تحمله. حاول تتواصل معه قد ما بتقدر. خلونا نستخدم خاصية العنكبوت. خلونا نحمي بعض.
انا بفقد نفسي اكثر. انا معاك، حاول تتواصل معي قد ما بتقدر. تواصل كل حواسك. الجو في حالة تغير سريع، حالة عدم استقرار. هذا بيعني خطورة كبيرة علينا كلنا، لازم ناخذ قرار وبسرعة. اعطوه اكسجين وبعدين نكمل حكي. مستوى ضغط الأكسجين في الدم بيضعف. انا بديت اشعر بكل شيء جواك، اعطيني كل شيء عندك. اغلقوا جميع الاجهزه. فعلوا مظله الحمايه الشخصيه. بعض تحاليل البيانات بدأت تظهر عندي، لكن في شيء غريب في بعض النتائج. خلينا اشوف. فعلا النتائج غريبه. احنا بحاجة لمزيد من البيانات والمعلومات. من فضلكم بدنا عمليه بحث معمقه اكثر. يلا تفضل. نسبة كبيرة من الكائنات هاي مشاعرها مذبذبة وغير ثابتة. الاحاسيس عندهم شبه معدومه. في بلادة عالية. قوة خارجية تتحكم في المكان هان. بقدر أقول لكم إنه الكائنات هان عبارة عن هياكل، أجسام بلا أرواح. ايش؟ هذا الكلام خطير. وكيف عايشين؟ واضح انهم تعرضوا لانكسارات طويلة ومتكررة طول فترة حياتهم. لدرجة انه بطل عندهم قوة وقدرة لانهم يكملوا طريقهم. للأسف الكائنات هان مفقودين القوة والإرادة. لحظة، في شيء مهم. الحب والعاطفة هي نقطة ضعفهم هان. اذا كانت هذه حقيقة، هذا بيعني انه احنا بنقدر نساعدهم. ساعدني. الكائنات هان بتعاني من أشياء كبيرة وكثيرة، وصعب نقدر نقدم شيء لإلهم. ايش بتحكي؟ يعني ما بنقدر نعيش ونتعايش معهم. للأسف صعب جدا بناء على النتائج اللي عمالها بتظهر عندي. خلونا نحاول. اعتقد انه المكان بيستاهل نجرب فيه. وبهيك بنكون قدرنا نحقق اكبر انجاز لهذا المكان. صعب جدا. في قوة خارجية بتتحكم في الكائنات هان في مساراتهم. المهم عمالها تتعقد اكثر واكثر. احنا ليش مجبرين نكمل هان؟ خلونا نرجع. انا صرت خايفة من كل هالامراض البشرية اللي عندهم. انا معك، خلونا ننهي مهمتنا. واضح انه الحياة في هذا المكان مستحيلة. لا، انا مش راح اترك المكان، راح اكمل هان. وانا معك كمان. الموضوع مش عواطف ولا احاسيس. أنا صرت خايفة إنكم تكونوا مصابين ببعض الأمراض أو تأثيرات إشعاعية من هالكائنات. واضح انه في عدوى قوية. انتوا عن ايش بتحكوا؟ انتوا انجنيتوا. لا طبعا، بس كل المؤشرات والمعطيات بتقول هيك. بس بكفي. خلونا نعرف نفكر وناخذ قرار واحد. قرار شو؟ تفضل شوف النتائج. الكائنات بتهاجر من هذا المكان بأعداد كبيرة، مش قادرة تتحمل الحياة هان، في ظلم وقهر صعب ينتهي. مش معقول.
الناس هم بتحاول تقتل حالها، ما في حرية، فقر شديد، بؤس كبير. مش بس هيك، الكائنات أشكالها أكبر من أعمارها، وهذا مؤشر غير طبيعي. بيعانوا من أمراض نفسية وعضوية خطيرة. التربة، المية، الهواء، كل شيء هان ملوث، يعني حياة معدومة، ولسه بدكم إيانا نكمل هان؟ كل هذا مش مهم. ولا شو المهم؟ الكائنات هي القيمة الحقيقية اللي بدنا نراهن عليها هان. هذا كلام فاضي. لا، هذه هي الحقيقة. قبل شوية حكيته إنه في قوة خارجية بتحاول تدمر نظام الكائنات هان. واحنا لازم نساعدهم لأنه هذا مش ذنبهم. قرار! مع كل النتائج الموجودة لعملية المسح الشامل، الأمراض الكتيرة والضخمة صعب نكمل. لازم نترك المكان وبسرعة. مهمتنا انتهت. تفضل. جهز وخلاص. أنا مش راح أترك المكان. راح أكمل هان. وأنا راح أعمل على تغيير هذا الواقع الأليم والصعب اللي بيعيشوه هذول الكائنات. ممكن تفهمونا كيف؟ شو رح تعملوا مع كل التحديات والصعوبات اللي بالمكان؟ راح نبدأ من عند الكائنات. وراح نعمل على تغيير الأفكار السلبية. وتحسين جودة الأفكار المستقبلية. هذا كله كلام فاضي. انتوا بحاجة لسنوات وإمكانيات كثيرة. خلونا نحاول. حاول على أساس إنك المخلص لهذه الكائنات. احنا صرنا جاهزين. صار لازم يمشي. أنا قاعد هان وهذا قرار النهائي. حوالي أنا كمان. قراركم الشخصي انتم فقط اللي تتحملوا تبعيته. قرارنا مبني على الأمل في بكرة. مش لازم نوقف قرار التغيير. لازم نوقف أبواب اليأس. لازم نحاول ونحاول. أكيد بكرة جاي وراح يكون أحلى. لازم يكون عندنا أمل في بكرة. لازم يكون عندنا أمل في بكرة.